السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا هنعمل بسيسة يا رب تعجبكم. هنزود عليها بس المرة دي صوص برتقان، هيغير طعمها وهتبقى حلوة قوي. يلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب درق الخلاط، هننزل ب5 بيضات او 3 او 4 مفيش مشكلة. وهنجهز بقى باكت فانيليا برتقان، وربع كوباية زيت، كوباية عصير برتقان، ذرة ملح، نص كوباية سكر، وباكت الفانيليا البرتقال نزلنا بيه اهو. هنضربهم بقى في الخلاط. وبعد كده هنجهز بقى المواد الجافة. ضربناهم في الخلاط كويس. اضربيها كويس على قد ما تقدري، علشان كل ما تضربي الخليط كويس السكر يدوب اكتر واحسن، يعني افضل في البسيسة في العمايل يعني. هننزل بقى بكوباية دقيق ابيض، كوباية دقيق ذرة، نص كوباية نشا. لو تلاحظوا الكوباية عيار واحد زي ما انتوا شايفين، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. هنقلب بقى المواد الجافة، وبعد كده هننزل بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط. طبعا شغلت الفرن على درجة حرارة 170 اول ما ابتديت في البسيسة. هننزل بقى بالخليط وهنقلب اتجاه واحد. وبعد كده هنجهز بقى الصينية، هندهن القاع سمنة او زيت زي ما تحبي، دهنة خفيفة كده. وزي ما انتوا شايفين بقلب اتجاه واحد، بلم بالراحة كده، ما تقلبيش في الكيك كتير او في البسيسة، يعني في اي نوع كيكة او البسيسة عامة، يعني ما تقلبيش فيها كتير عشان تبقى هشة وحلوة، يعني عشان ما تخرجيش منها الهواء قوي. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى نزلنا بالخليط، وبعد كده هندخلها الفرن. بس انا هديها خبطتين كده في على الرخامة زي ما انتوا شايفين قبل ما ادخلها الفرن. بعد كده بقى هنسيبها حوالي 25 دقيقة، ما تفتحيش عليها الفرن. دي معلقة نشا، نركنها على جنب. دلوقتي هننزل بكوباية ونص عصير برتقال، وهننزل بحوالي ربع كوباية سكر. ولو عايزة نص كوباية مفيش مشكلة، يعني من ربع او نص مفيش مشكلة خالص. دي هنركنها دلوقتي شوية عشان هنحتاجها للبرتقال والسكر دول لا بعد ما يغلوا على النار. طبعا بقى دوبتهم كويس السكر، وبعد كده هنزل بقى بايه. اول ما يغلي هنزل بالمعلقة النشا، احط عليها حوالي نصها مية وادوبها كويس. معلقة النشا اللي في الكوباية اهي، هاملة الكوباية دي نصها مية، وادوب النشا اللي فيها كويس جدا المعلقة النشا دي. واول ما يغلي البرتقان على السكر اللي احنا راح حاطينهم على النار، هننزل بمعلقة النشا زي ما انتوا شايفين دي اللي هي على المية. وبعد كده بقى هننزل بالخليط اهو، خلاص هيبتدي يغلي. هننزل بقى بمعلقة النشا اللي احنا مدوبينها. يعني هي هتغلي بعد حوالي 3 دقايق على طول يعني. وبعد كده هتقلبي اول ما تنزلي بالمعلقة النشا على المية، يعني حوالي دقيقة هتتقل في ساعتها، يعني تقلبتين 3 هتلاقيها تقلت معاكي، هتروحي رافعاها من على النار. وكده خلاص خلص صوص البرتقال للبسيسة. بصوا تقل خلاص، انا طفيت كده خلاص. هترفعيها بقى من على النار وسيبيها تبرد. كده خلاص زي الفل. طلعت الكيك البسيسة بعد حوالي اخدت معايا حوالي نص ساعة كمان، مش 25 دقيقة. طبعا قطعتها وهي في الصينية عشان سبتها لتاني يوم تتشرب كويس. انا عملتها بالليل وسبتها تتشرب براحتها بقى بصوص البرتقال. قطعتها زي ما انتوا شايفين، طبعا التقطيع دي زي ما تحبي طبعا،
وبعد كده شربتها الصوص البرتقان بقى، وخلاص على كده. البسيسة كانت سخنة، والصوص البرتقان كان بارد يا جماعة. وسبتها لحد تاني يوم الصبح. عملتها بالليل حوالي كانت الساعة 12 بالليل، والصبح بقى بقت زي الفل. كل ما بتتشرب بتبقى طعمها حلو قوي. يا ريتكم تجربوها، هتعجبكم أوي ان شاء الله. انا بحاول كده اخلي الصوص يتشرب كويس من البسيسة، يعني تشرب الصوص كله. عشان كده كنت بعيد على التقطيعة تاني يعني. كده خلاص بقى البسيسة خلصت. يا رب تعجبكم، يا ريتكم تجربوها، وما تنسوش تدوني رأيكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.